مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده، وهحط عنوان للفيديو باسم اعرف عدوك. ليه اخترت معنى او اخترت تايتل للفيديو ده؟ لانه هيعبر عن الموضوع اللي انا هناقشه النهارده باذن الله. الاول عايزه اشكر كل الناس اللي عملوا لي كومنتات وتناقشوا معايا يعني قالوا ارائهم في الكومنتات، وفي كام راي انا ان شاء الله هناقشهم اخر الفيديو دوت بعد ما اعرض يعني رؤيتي، او بعد ما اعرض موضوع الفيديو بمعنى اصح. طبعا انا مش هقول انا انسانه مفكره، ولا انا كاتبه، ولا انا مثلا بعبر عن، يعني عندي كتب، ومش هشبه نفسي بالناس اللي هم مفكرين. يعني انا بس مريت بظروف شخصية ومريت بتجارب شخصية معينة خلتني يعني زي اكسبوز كده لحاجات حصلت في مصر وحصلت في الكنيسة. فأنا طالعة بتكلم بناء على التجارب الشخصية دي، وبعرض وجهة نظري في الموضوع. طبعا أنا عاصرت الثورة وعاصرت حادثة ماسبيرو ومجلس الوزراء وعبد الله محمود وأماكن كتيرة جدا و30/6، وكان ليا رأي في ساعة الثورة وحكم مرسي وبعد مرسي وحاجات كتيرة. وكانت ليا أسباب إن أنا هاجرت بيها من مصر لكندا. ولما جيت كندا وشفت، عشت في دولة مدنية وكان عندي مشاكل، قدرت إن أنا أخد حقي وشفت قد إيه إن الموضوع مش صعب. طب ده الموضوع مش صعب وحله سهل، ليه احنا في مصر مش عايزين نحل الموضوع؟ يعني ليه في مصر متعمدين ان يكون في ظلم، ان يكون في مفيش مساواة، ان ما يكونش في عدل، مع ان الموضوع بسيط؟ الموضوع مش كبير ومش محتاج ميزانيات رهيبة، والموضوع مش محتاج حلول عسكرية، ومش محتاج ان احنا نخش في حرب. الموضوع بسيط جدا. بس لان الموضوع بسيط وحله بسيط، الحل بتاع كل المشاكل او معظم مشاكل الشعب المصري مش هتفيد فئة معينة في البلد، اللي هي للأسف مستفادة من البلد تفضل كده ومبسوطة ان مصر بيحصل فيها كده، ومبسوطة ان الكنيسة بيحصل فيها كده. والناس دول للأسف لأن هم بيملكوا الفلوس والسلطة والمناصب والقرار، فتوظف بقية الشعب بكل طوائفه. مادام احنا مبسوطين، ومادام احنا البيزنس بتاعنا ماشي، ومادام احنا في ايدينا السلطه، احنا ليه نغير؟ وليه نسعى ان يكون في قوانين عادله، ويكون في دوله مدنيه، وان يكون في حقوق وفي حاجات كتيره. الفيديو بعنوان اعرف عدوك. انا اتكلمت في الفيديو اللي فات على حادثه ماسبيرو، وقلت يعني جبت نبذه صغيره من حادثه ماسبيرو. ليه انا متضايقه او مش متضايقه؟ ليه في حادثه اتكلمت عن حادثه ماسبيرو، وليه اتكلمت عن حادثه طفل ياسين مرتين، 2 فيديوهات، وبتكلم في الطلاق؟ لان هم كلهم بيؤدي لنفس الطريق. انا لما اتكلمت على حادثه ماسبيرو حصل فيها ايه. كان في كنيسه في اسوان، طبعا احنا عارفين ان في، ما نقدرش ننكر ان في فئه معينه من المجتمع مش كبيره ومش صغيره، بس بتؤمن بفكر وهابي وبتؤمن بأفكار معينة، وبيقودوهم ناس للأسف لأن هم بيستغلوا جهل الشعب، فقر الشعب، إن مفيش قوانين، إن مفيش وعي. فبيستغلوا سلطة الدين وبيحاولوا إن هم يأثروا على الناس البسيطة دي. الناس البسيطة دي لو عرفت دينها مش تعمل الأعمال اللي بتحصل دي، مش تعمل كل التصرفات دي. فطلعوا على كنيسة في أسوان، والمهم إن هم تقريبا كانوا هيحاولوا يهدوها او هدوها بدافع ان هم ان مفيش تصريح ليها. لو انت في اي دولة فيها سلطة قانون، وفيها احترام قانون، وفيها وعي، او بلاش اقول وعي لان كل الدول فيها نسبة جهلة. يعني انا ما اقدرش اقول مثلا ان الشعب الكندي كله 100% متعلم، الشعب الامريكي مش ما فيهوش همجيين، ما فيهوش ناس جهله. بس ليه ما حدش بيطلع يعمل التصرفات الاوتريجز دي، يعني اللي هي خارجه عن كل المألوف؟ وان هو انت طلعت، انت شويه ناس راحوا يهدوا كنيسه، لما انتوا ما طلعتوش هديتوا ليه كاميرات في شارع الهرم؟ لان الناس اللي زي دول البلد ما فيهاش قوانين، ما فيهاش قانون. ولو فيها والناس عارفه ان هي ما بتاخدش حقها،
ومفيش حاجه اسمها سلطه القوانين والقضاء وان احنا نشتكي وان احنا نعمل. لو انت متضايق او انت عارف ان انت مثلا في بلدك فيها كنيسه اتبنت من غير تصريح، وهنقول ان هي مضايقاك، يعني انت مش مضايقاك الكباريات اللي في شارع الهرم، لكن مضايقاك وجود مكان للصلاه الناس تصلي فيه. طب انت قررت انك تاخد حقك بايدك بدراعك، ماشي؟ ما قررتش ان انت تشوف ان البلد مثلا فيها مسارات سياسيه او فيها قوانين او فيها مجال انك تاخد حقك من غير ما تتجمهر ومن غير ما تمشي وتهد يعني انت مش عايش في غابه، انت المفروض ان انت عايش في دوله. فلان الدوله ما رسختش في عقل المواطنين بتوعها ان في دوله وفي تصرفات قانونيه تقدر تاخد بيها حقك، فالناس بدات تتصرف، واي فئه تقدر تيجي بدافع الدين، بالفلوس، استغلال للجهل، استغلال لاي حاجه، يسوقوا شويه ناس ويحطوهم ويخلوهم يعملوا زي ما بيقولوا اجنداتهم او مخططاتهم، والبلد واقفه وسايباهم. يعني انت مثلا، هي الناس اللي جم يعملوا في الكنيسه دي اقوى من الشرطه واقوى من الجيش؟ يعني انتوا اقوى منهم؟ يعني انتوا ما تقدروش تمنعوا الناس دي؟ ما تقدروا تمنعوها، بس انتوا مش عايزين، لان انتوا عايزين الناس تمسك في بعض وعايزين الجهل ينتشر. الدولة المصرية والحكومة المصرية عايزة الجهل ينتشر، وعايزة العنف ينتشر، عشان خاطر تبقى تنزل قانون طوارئ، وعشان خاطر يبقى عندها الحق انها تعتقل اي حد في اي وقت، وعندها الحق انها تمسك الناس ترميهم في السجون بتهمة بالتخابر، او بتهمة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة معينة، وتقدر انها تتحكم في الناس وتعاملهم كأنهم عبيد. فهي الدولة سامحة بالمهزلة دي. فأنا مشكلتي، فالمسيحيين مشكلتهم، أو المسلمين أو أي حد يحصل له كده، أنت مش مشكلتك مع المسيحي اللي معاك في نفس البلد، أو مشكلتك أنت كمسيحي مع المسلم اللي في نفس البلد، أنت مشكلتك مع الدولة. اعرف أنت مشكلتك فين. عشان كده بقول لك اعرف عدوك، اعرف فين مشكلتك، عشان لما تعرف فين مشكلتك تقدر إنك أنت تحلها، وتقدر إنك أنت تفكر على يعني زي ما بيقولوا كده ازاي احل مشكلتي، طب ازاي اتغلب عليها. انا مش مشكلتي ان معايا حد مسلم في الشغل، او مش مشكلتي مع المسلمين اللي وقفوا يهد الكنيسه، انا مشكلتي مع الاسباب اللي خلتهم يعملوا كده، مشكلتي مع البلد اللي سمحت لهم ان هم ادت لهم الفكره ان ممكن يقدروا يقفوا ويعملوا كده. دي مشكلتي، مش مشكلتي مع الناس البسطاء الجهلاء اللي ما عندهمش وعي اللي وقفوا يعملوا كده. خلاص؟ وده لاني انا فضلت، او ان انا كشخصيه كنيفين، ان انا فضلت انتمائي يعني الوطني فوق انتمائي الديني او الطائفي. فكرت بطريقه اعلى، ما فكرتش ان دي كنيسه تبع ديني ولازم اتحزب لها واقول دول مسلمين واحنا مسيحيين وكده. انا فكرت بانتمائي الوطني اللي هو الاعلى. خلاص؟ وهرجع لحته انتمائي الوطني الاعلى دي تاني. فجم شباب من شباب الثوره، وما كانش فيهم مسيحيين بس، كان فيهم مسلمين بس، طبعا كان فيهم معظمهم مسيحيين، وكان فيهم ولد اسمه مينا دانيال. مينا دانيال ده كانوا بيسموه باسم جيفارا المصري، وكان مؤسس حلف شباب ماسبيرو، وكان عضو في حلف التحالف الشعبي الاشتراكي وشباب من اجل الحريه الاجتماعيه، وكان من الناس، كان عنده 20 سنه، مواليد 91، فاحنا هنتكلم في سنه 2011، يعني كان عنده 20 سنه ساعتها. خلاص؟ فطلع الولد ده كان اشترك في مظاهرات طبعا ثوره يناير وجمعه الغضب وعبد الله محمود ومجلس الوزراء، وكان دايما مشترك في كل الحركات دي. فطلع في مسيره عند ماسبيرو علشان يعبر عن رايه، وان المسيحيين، لان ساعتها كان الحكم العسكري تاني هو اللي ماسك مصر، احنا مش عارفين يعني، حتى الان احنا مش عارفين نخلص من لعنه 52، وانا بسميها لعنه 52، لان هي من ساعتها مسك الحكم العسكري. مش هقول 52 بالذات، لان كان ماسك ساعتها محمد نجيب، ومحمد نجيب كان مؤمن ان خلاص احنا في مرحله انتقاليه، لكن 54 هنسلم، المفروض يحصل انتخابات حره، ومفروض واحد من الشعب ينتخب، وحريه الاحزاب وكل الحاجات دي. جه عبد الناصر، والناس طبعا مش هتحبني عشان انا بتكلم على عبد الناصر، بس ما علينا، التاريخ مش تاريخ يعني، ده حقيقه مش هنقدر ان احنا ننكرها. فجه عبد الناصر وراح عمل اقامه جبريه لمحمد نجيب، قعد سنين كتير لغايه لما مات، اقامه جبريه، واخد السلطه واخد السلطه، وبدا وامم الشركات، واخد الفلوس بتاعت الامراء، وعمل حاجات كتيره. وبدا من عبد الناصر حكم عسكري، راح للسادات حكم عسكري، راح لمحمد حسني مبارك حكم عسكري،
جم في سنه كده، سنه يعني عملوا انتخابات هزليه، وعمل حطوا ايديهم في ايد الاخوان اللي هي الحكم العسكري او مجلس عسكري في ايد الاخوان. وراح بعد كده مسكوا مرسي سنه، ومسكوا الفزاعه الدينيه للشعب، وقالوا لهم هيعملوا خلافه اسلاميه، وبدأ الشعب ويقوموا الشعب طبعا. والمصريين من سنه 52 معرفش ايه اللي حصل لهم، اتعودوا على ان العسكر هم اللي يسوقوا مصر. فشالوا مرسي وحطوا السيسي، والسيسي قال انا مش هنتخب، احنا لازم نديها لواحد مدني. رجع في كلامه وقال لك انا هفضل في الجيش، رجع في كلامه قلع البدله العسكريه، قال لك انا همسك مره واحده دوله رئاسه مره واحده. رجع في كلامه وغير الدستور، وبقى له 12 سنه من 2013 ل 2025 بقى لنا 12 سنه تحت حكم الجيش تاني اللي هو السيسي. فيعني احنا عايشين في سلسله من الحكم العسكري. فنرجع لحته حادثه ماسبيرو. في حادثه ماسبيرو جم الجيش اللي هم الحكم العسكري. طبعا احنا عارفين ان الدوله والحكومه والمخابرات هي اللي ماسكه الاعلام في مصر، بدليل ان انت ما بتشوفش حاجات بتوعي الشعب. وعايزين يمسحوا الهويه المصريه وينسوهم 2011 والثوره والكلام ده، يعني الناس قامت فمش عايزين الموضوع ده يتكرر تاني، فبداوا يشغلوا الناس بتفاهات وطلقات وجوازات الفنانين ومش عارفه مين لاعب كره مات فامه طالعه تطلب في الورث، وكل القنوات الفضائيه وكل وسائل التواصل الاجتماعي عماله تجيب في صوره الناس دي، لدرجه ان انا في كندا بقت بتظهر لي فيفورت وبريفيرد ريلز، يعني مش فاهمه فيه ايه. لكن اي حد بيفكر، اي حد بيتكلم، لا اما في المعتقلات، لا اما في السجون، لا اما هربان بره مصر لانه بيقول رايه بس بصراحه، يعني مفيش حريه. ماشي. فجه مينا دانيال كان في حادثه ماسبيرو، فحصل بعد كده ان اتقتل برصاصه دخلت في صدره طلعت من ظهره. خلاص. طيب حد اتحاكم؟ ما حدش اتحاكم. طب الناس اللي اتقتلت في ماسبيرو واتدهست بالدبابات واتدست على ايد الجيش، يعني احنا ما نقدرش نقول جماعه ارهابيه، يعني مش هنقدر نقول اخوان استقتلوهم، يعني دي معروفه ان الجيش هو اللي هو اللي قتلهم. وكانت في مذيعه اسمها رشا، كانت حتى الان شغاله في التلفزيون المصري، طلعت قاعده تقول الحقوا جيشكم بيتم الاعتداء عليه، الحقوا ده في مظاهرات رايحه عند ماسبيرو، انا بنجدكم. قعدت تشحن في الناس شحن عاطفي. ولان الناس عندها، لان احنا كشعب للاسف بيتم صياغته عاطفيا، زي ما عبد الناصر كان بيطلع وكان بيقعد يتكلم خطابات كلها خطابات بتحرك المشاعر المصريه ومشاعر العواطف، فكان بيسوق الناس بالطريقه دي. بنفس الطريقه طلعت هي وراحت قعدت تقول للناس الحقوا ده في ناس عند ماسبيرو بيقلحنا، او يعني الناس الشباب اللي طالع عند ماسبيرو سواء كان مسيحيين او مسلمين هنهجم الجيش المصري وهنقضي عليه. معرفش ازاي شباب مسالم طالع بايديه فاضيه هيمسك هيقدر ان هو يعني ينتصر على واحد راكب دراعه ودبابه. يعني انا مش كان في مدرعات ساعتها وناس معاهم سلاح، يعني انا معرفش بانهي كونسبت ان هي حاولت تقول للناس الحقوا الجيش بتاعكم بيتم الهجوم عليه والاعتداء عليه من ناس مسالمه، وفي نفس الوقت والجيش واقف معاه مدرعات ومعاه سلاح، والناس صدقت. وده يعني برضو مؤشرات لحاجات كتيره. فطلعوا طبعا والناس يعني هم اخدوا، يعني هم الجيش دايما فيهم نفس الحركه دي، لما بيحبوا يعملوا اباده او بيحبوا يقتلوا ناس يحبوا ياخدوا يعني دعم من الشعب المصري، فبيحبوا يستخدموا الدعم ده، ياخدوا الدعم ده ازاي؟ بان هم يجيبوا الاعلام يحرك عواطف الناس فيبتدوا يطلعوا ويوافقوا على الكلام اللي هو بيعمله، فتبقى القتل يبقى عادي، يبقى الدهس عادي، تبقى المذبحه مذابح عاديه ومحدش يدفع الثمن، لانه المفروض انه واخد يعني دعم من الشعب المصري. فطبعا دي حاجه يعني كانت مهزله. فالولد مينا دانيال ده مات ودفع حياته تمن لآرائه ولفكره. ماشي. دي مذبحه ماسبيرو. جه البابا توادرس في 30/6 حط ايده في ايد السيسي. ماشي. طب انا ما شفتوش عشان شويه امتيازات من الاخر، ما احنا مش هنزوق الكلام. امتيازات هي عباره عن اتفاقيه، زي ما الحكومه جت اتفقت مع الاخوان في فتره من الفترات ايام مرسي وايام حسني مبارك في الاخر لما ادوهم نسبه في مجلس الشعب، هم اتفقوا امتيازات. ما هو انت لو في دافع الوطنيه طالع بتنقذ مصر من ايد
الاخوان هم المسيحيين، ومذبحه ماسبيرو دي ما حصلتش في ايام الاخوان، هي حصلت في ايام المجلس العسكري اللي انت حطيت ايدك في ايديهم في 30/6. فانت عامل كده عشان شويه امتيازات. ماشي. من ضمن الامتيازات دي ان يتم تسليمك ملفات معينه، زي ملفات الحل الاجتماعيه للمسيحيين اللي هي ملفات الطلاق. فهي كلها دايره واحده. خلاص. وامتيازات تانية، يعني مثلا مدارس، مزارع، فيز للناس، ممكن تسفر ناس زي ما انت عايز، محدش يتدخل في الفلوس بتاعت الكنيسة. الكنيسة عندها بيزنس، يعني عندها مزارع وعندها منتجات، لحمة وسمنة وعسل وجبن وحاجات كده، فطبعا ليها عائد مادي. فطبعا الفلوس دي ما تخشش، ما تبقاش مسجلة في الحكومة، وما تبقاش فيه عين عليها. والفلوس المسيحيين اللي بيدفعوها سواء كانت العشور، لان المفروض ان احنا 10% من دخلنا معظم المسيحيين بيودوهم للكنيسه، محدش برضو يكون ليه رقابه ماليه. فهي كلها امتيازات، كلها مصالح. وانت تغاضيت عشان خاطر المصالح دي، تغاضيت على دم الناس اللي ماتوا في ماسبيرو، وكان منهم الولد اللي هو الجيفارا المصري ده، مينا دانيال. هرجع بالتاريخ لورا شويه وهقول ان اللي بيحصل ده مش صح، والمسيحيين ما كناش كده، والباباوات او ما كانوش كده. في عهد سعد زغلول في 1919، طبعا سعد زغلول احنا عارفين القصه، ونفيه وبعد كده سافر لفرنسا، فكان بيتكلم عن الشعب المصري. فقالوا له انت مين عشان تتكلم عن الشعب المصري؟ انت تمثل مين؟ فساعتها قامت اكبر حركه توقعات، يعني توقيعات، سوري، خلاص، عشان يقول ان انا بمثل الشعب المصري. طبعا دي حته في التاريخ يعني. فجه بعد كده كانت في بريطانيا، عشان احنا كنا محتلين من بريطانيا، وبريطانيا كانت بتعتبر مصر ساعتها مستعمره. بريطانيا اللي كانت عليها كذا مستعمره في ايامها، وكان منهم مصر والهند وكذا دوله تانية، كانت عندها وزير اسمه وزير مستعمرات. يعني كان عندها وزير اسمه وزير الخارجيه، بيروح يزور الدول العاديه اللي هي مش مستعمره. وكان عندها وزير اسمه وزير المستعمرات اللي اسمه ألفريد مينلر. اوكي. فالفريد مينلر ده قال لك لا، انا ايه سعد زغلول ده اللي انا اروح اكلمه ده؟ انا يقول لك انا بمثل الشعب، انا هنزل مصر بنفسي واتاكد بالموضوع ده، اروح اكلم الشعب نفسه. انا يعني عامل نفسه انا هعمل حركه كده وحاسبت لبريطانيا ان سعد زغلول ده الكلام اللي بيقوله في فرنسا ده مش اي 30 لازمه، وايه حركه التوقيعات اللي بيعملها دي. انا هروح ايه اتواصل مع الشعب المصري بنفسه. البريطان كده بيبقى عندهم ساعات حاجات معينه. فجه مصر، فالشعب في مصر ساعتها، على فكره الشعب المصري ساعتها كان فقير برضو، وكان ما كانش عنده وعي، وكان عنده برضه نسبه من الجهل. يعني ما نقدرش نقول ساعتها الشعب كان متعلم، يعني ما اقدرش اقول دلوقتي الشعب جاهل، وفي 1919 من 100 سنه كان الشعب متعلم. يعني اكيد الشعب حاليا عنده اكيد ادراك اكتر من 100 سنه اللي فاتت. بس وده كنا ايام الملك بقى، ما كانش فيه ما كانش حكم عسكري مسك مصر. وكانت الناس بيقول لك كانت الناس حفاة ايام الملك، وما كانش الناس كلها بتتعلم، وكل الكلام والاكسكيوزز والمبررات اللي ادوها عشان خاطر يمسكوا الجيش مصر. خلاص. يعني انا بتكلم في فئه من 100 سنه تقريبا، يعني احنا فاضل لنا 3 سنين، سوري 4 سنين، ويبقى فعلا من 100 سنه بالظبط. خلاص. حصل الموضوع ده كله. فجي حاول يتكلم مع الناس، فكان كل ما يقابل حد حتى لو في الشارع يسأل على اي حاجه يعرف ان هو ده بتاع بريطانيا، فيقول له روح اسأل سعد زغلول، روح اسأل سعد زغلول. ذاتس هاو. يعني ان الشعب كان كله يعني ماسك في ايد بعض كده. جه ما كانش حد عايز يترشح يبقى رئيس وزراء، ورفضوا عشان ما يجيش هو يعني يتكلم بالنيابه عن الشعب. فجه كان كل الناس رافضه ما عدا واحد قبطي اسمه يوسف باشا وهبه. للاسف هو الوحيد اللي قبل ان هو يعمل ايه، يمسك رئيس الوزراء. فجه ساعتها كان مين ماسك الكنيسه ساعتها؟ كان البابا، الكنيسه الارثوذكسيه، اسمه البابا كرولوس الخامس، واحنا في الكنيسه الارثوذكسيه بنسميه ايه؟ بابا كرولوس الخامس، عمود الدين. جه ساعتها يعني استنكر جامد جدا اللي عمله يوسف باشا وهبه، وبعت له رساله، لان ما كانش فيه طبعا يعني تليفونات التواصل الاجتماعي والحاجات دي يعني. وراح بعت له رساله وقال له احنا بنرفض اللي انت عملته ده، وانت يعني انت كده قبطي، وانت خليت منظرنا وحش قدام الشعب، احنا كلنا ايد واحده، فلو سمحت تنحى عن منصبك، يعني احنا مش راضيين. فرفض. فجه البابا كرولوس الخامس ما سكتش، يعني هو مش قال لك انا خلاص عملت اللي عليا وخلاص، لا، عمل لجنه من كبار الاساقفه، وجاب الناس اللي هم زي في المجالس اللي ماسكه الكنيسه، ناس مدنيين اللي هم فيهم ناس كبيره في البلد، وجاء عمل لجنه وطلع جواب يعني شديد اللهجه، وجواب حقيقي يدرس يعني. وبعته مع وفد لليوسف باشا وهبه، وقال له انت كده لا تمثل الاقباط
وانت لا تمثل الكنيسه المصريه وما تمثلناش، واحنا مستنكرين اللي انت عملته ده، وانت تعتبر كده خارج من المله، واحنا عايزين سعد زغلول هو اللي يمثلنا. احنا كمسيحيين وككنيسه مصريه قبطيه احنا عايزين سعد زغلول اللي يمثلنا، مش عايزينك انت. طب اللي ما قالش ساعتها طب انا هعمل ايه؟ انا قلت له خلاص وهو حر. ما قالش ساعتها ده احنا اقليه، ده احنا فرصه ان حد مننا يبقى في المنصب ده. ما قالش طب ما هو ده ابننا برضه وانا ممكن اكيد هيديني امتيازات، اكيد بقى هيسمح ببنى الكنائس اكتر، هيخليني اعمل مش عارفه مزارع، هيخليني اتحكم اكتر، هيشغل المسيحيين في الحكومه، هيحطهم في الجيش، هيعملهم في الشرطه. وبالمناسبه يعني البابا تودرس حط ايده مع السيسي وما حصلش كل ده للمسيحيين، ماشي؟ يعني ما شفناش يعني ادى محافظه واحده، مسكت محافظه كده حطهم كوتا في الوزاره، لكن الجيش اللي هو بيحكم البلد ما شفناش احنا قيادات. مش هقول لك اصل في ناس يقول لك في الجيش مسيحيين، لا في عساكر بس القيادات اللواءات اللي هو مجلس اللي ماسك مش عارفه ايه الميداني الثالث اللي هو بتاع السويس وبتاع اسماعيليه والناس دي كلها ومش عارفه الحربيه والطيران والحاجات دي كلهم لواءات مسلمين، ما حدش فيهم مسيحي، ماشي؟ مع انك انت حاطط ايدك في ايد السيسي. ما علينا. فكان ممكن بابا كرولوس الخامس يقول لك طب ما ده هيديني امتيازات وكده وخلاص، وما هو لو يوسف باشا وهبه ده ما مسكش المنصب ما ممكن حد تاني يمسكه، يعني انا هعمل ايه؟ طب انا خلاص قلت له. ولكن هو عمل ايه؟ صمم وقال لك سعد زغلول هو اللي يمثلنا. ده الفرق بين موقف بابا كرولوس الخامس وبين البابا تودرس، ماشي؟ دي مشكلتي مع الكنيسه. مشكلتي مع المسيحيين ان انتوا المسيحيين طبعا مصريين من سنه 52 المصريين كلهم اتعودوا على اسلوب حياه الدكتاتور اللي هو غير قابل للنقاش، اللي هو ما بيغلطش، اللي هو عارف كل حاجه، اللي هو فاهم كل حاجه. وكميه الهجوم اللي اتهاجمتها لما طلعت اتكلمت على فيديو الانبا بولا، وانا بتكلم عليه بقول الانبا بولا، يعني انا ما قلتش اللي اسمه بولا، يعني انا محتفظه بالالقاب ومحتفظه باحترامي للشخص، ولكني انتقدت آراءه ورد فعله عن قضيه معينه. وكأن الانبا بولا ده كأني انا غلطت في المسيحيه، لان الناس ربطت بين الرمز او بين واحد بيشغل منصب في الكنيسه بالدين. مش معنى ان انا انتقدت شخص معين، طب ما انا دلوقتي بنتقد البابا تودرس، معنى ذلك ان انا بنتقد المسيحيه؟ هو البابا تودرس يمثل المسيحيه؟ هو مش المسيح، هو كاتب الانجيل، هو لا يغلط لا يأسم. احنا عندنا في العقيده الارثوذكسيه حتى الاساقفه والبابا بيبقى ليهم حاجه اسمها اب اعتراف، كاهن او اسقف يبقى ليه اب اعتراف. بتعمل ايه عند اب اعترافك؟ بتقول اعترافاتك. بتقول اعترافاتك ايه؟ بتقول الحاجات الخطايا اللي انت عملتها، الغلطات السقطات. فمعنى ذلك انك بتغلط، بتسقط، ليك خطايا، ليك ضعفات، بتروح تعترف بيها. فلما انا انتقد رد فعل شخص مهما كان الشخص ده، ولكنه ليس اله، هو شخص، انا ما بنتقدش الدين كله. ودي مشكله المصريين عامه، يعني المسيحيين والمصريين عامه، ان انت لما بتيجي تنتقد انتقدت اسقف، انت كده كانك بتنتقد المسيحيه. لا، انت ما بتنتقدش المسيحيه، بتنتقد شخص، تصرف. انت لما تيجي تنتقد رئيس دوله او رئيس حكومه، انت ما بتنتقدش مصر، انت مش عدو، انت مش منشق، انت مش خاين، انت بتنتقد شخص لانه مش اله. انت بتنتقد بني ادم اكيد بيغلط. فاحنا مصريين بلاش تعملوا الفراعين لنفسكم، بلاش، احنا اللي بنعمل الفراعين من كتر لان الانسان في الاخر ضعيف. الانسان مهما كان في الاخر ضعيف، والكبرياء خطيئه يعني اصابت الناس منذ قديم الازل، الكبرياء، الانا. فلما تلاقي الناس كلهم حواليك، لا انت اللي بتتكلم صح، لا انت اللي بتعمل، انت اللي بتسوي، انت ما بتغلطش، الله ينور عليك، ايه الاراء دي، بتلاقي الناس يعني بتصدق نفسها، بتصدق ان هي فعلا ما بتغلطش، بتصدق ان هي فعلا بتعرف كل حاجه، بتصدق ان هي مفيش غلطات. فده ردي
لان في حد قال لي انت تحاملتي على الكنيسه في حكايه الاستاذ صبري. انا ما اتحاملتش على الكنيسه في حكايه الاستاذ صبري، انا كنت بتكلم بدافع انساني، لاني انا فضلت الدايره الكبيره اللي هي انتماء الانساني فوق انتماء الطائفي. ما هي الكنيسه والمسيحيه ده انتماء ديني طائفي، لكن حادثه طفل تم اغتصابه بالنسبه لي دي حادثه انسانيه. فانا كنت بقول اطلعوا من الموضوع ده، وكنت بقول دايما ما تدافعش عن مجرم، انت لازم تانفستيجيت. انت عندك كاميرات في المدرسه، ما تشوف مين اللي عمل كده، ان في الاخر ده ولد من اولاد المدرسه. فانا كنت بتكلم بدافع انساني، لاني فضلت زي تاني ان انا انتماء الانساني فوق انتماء الطائفي والديني. خلاص، فدي اول نقطه اللي انا رديت عليها. في حد تاني ده كنت بتكلم عن مهاجمتي او ليه كان رد فعلي. فنقول اعرف عدوك. انت مش عدوك المسيحي اللي عايش معاك في البلد، انت مش عدوك المسلم اللي عايش معاك في البلد، لان بدليل ان انت لو عندك نفس الحكومه بنفس رئيس الجمهوريه بنفس نظام الحكم اللي عندك، لو انت خليت البلد 100% مسلمين هيفضل عندك نفس المشاكل، هيفضل عندك نفس الفقر والجهل والظلم ومفيش حريات، مفيش عدالة اجتماعية، حقوق البلد خيرها منهوب، ناس معينة بس هي اللي مستفادة من البلد. ماشي، هتلاقي نفسك مش عايش برضو مبسوط. فانت لو انت شلت ال10% دول، عملت فيهم اي حاجة، وان انت مشيتهم وخليت 100% شعب بقى مسلم، مش دي برضو هتفضل مظلوم، لان مش مشكلتك مع المسيحيين والمسيحيين هكذا. انتوا لو بقيتوا 100% والمسلمين مبقوش موجودين برضو بنفس الناس اللي بتحكم، بنفس راس النظام العسكري اللي ماسك البلد، بنفس النظام الرأسمالي، مفيش ديمقراطيه، برضو نفس النظام. فانا لما جيت هنا كندا لقيت ان كندا مليانه جنسيات مختلفه جامده كتير جدا من كل العالم، ومليانه اديان كتير جدا جدا، وفيها دور عباده، وفيها ستريبرات كلاب، وفيها زي يعني فيها كنايس، وفيها جوامع، وفيها معابد، وفيها ناس اللي هي النايت كلابات دي يعني، ومليانه كل حاجه، والانسان حر يروح اللي هو المكان اللي هو عايزه. فيها قوانين، ما اقدرش اقول ان الناس هنا برضو متعلمه 100% او الناس هنا ملايكه، بس في قوانين فوق دماغهم، قوانين ما بتفرقش بين اي حد. عشان كده كان في حد كاتب لي كومنت وبيقول لي لان ان القوانين مستنده على الشريعه الاسلاميه، فعشان كده لازم المسيحيين في الطلاق يرجعوا لدينهم، ولما يحصل تغيير مله. انت ليه تحط قوانين تمشي على فئه واحده بس من المجتمع؟ حط قوانين تمشي على المجتمع كله. انت ما عندكش المجتمع كله بدين واحد، ما عندكش المجتمع كله بلون واحد بجنس واحد، انت عندك المجتمع ده المفروض ان في 2 على الاقل. طب ده زمان قبل عبد الناصر كان في يهود كانوا موجودين في مصر وكانوا عايشين. فانت ازاي تحط قوانين تمشي على فصيل واحد بس من المجتمع، وتلغي وجود الفصيل التاني، او تسلم رقبة الفصيل التاني للطائفة الدينية؟ فما تخلوش ان حد يجي يكلمك بدافع ديني، او يستغل يكلمك باسم الدين ويضحك عليك ويضحك على عقلك. ما تخليش حد يضحك على عقلك. وما تنساش التاريخ، وما تنساش الثوره 2011 قامت ليه، وما تنساش ان احنا عايزين يكون في قوانين عادله. انا ليه دايما بكلم بالقوانين، مش بس في الطلاق، في كل حاجه، لان انت لو عندك قانون عادل هتقدر انك انت سنه تعيش في دوله عادله. تقدر ان انت لما حد يجي يعتدي عليك او يسلبك حقك، تقدر تروح ترفع عليه قضيه او تشتكيه، وتبقى عارف انك هتاخد حقك. هختم الفيديو باخر حادثه حصلت في الاقصر. ضابط راح يقبض على شاب عشان قال يعني بيشترك في مظاهرات، او هو مش عاجبه نظام السيسي وكده، فما لقاهوش، فكان عايز ياخد اخوه. فجه ابوه اعترض، قال له لا انت جاي تحكم تقبض على واحد هتمسك التاني ليه؟ فالظابط ما عجبوش ان الاب بيعترض، فراح ضربه بالقلم على وشه. ابنه الصعيدي لما شاف كده اتضايق، يعني يعني ازاي انت بتضرب ابويا؟ فراح ضرب الظابط بالقلم هو كمان. رد فعل الظابط ايه؟ مسك الطبنجه بتاعته، ضرب الولد في راسه 4 رصاصات، وقعه ميت قدام ابوه. طب الظابط ده يعني اخد حاجه اتعاقب؟ لا ما اتعاقبش. اتحاكم؟ لا ما اتحاكمش. طب اذا كان هو عنده سلطه مطلقه ان هو يروح يعمل كده، ده غياب ايه؟ غياب قوانين. هو الظابط ده مشكلته ان
ان المسيحيين المسلمين بيدعوا ان المسيحيين بيؤمنوا 3 آلهة والمسلمين يقول لك احنا نؤمن بإله واحد. هي الحادثة اللي حصلت دي كانت بسبب ان المسيحيين عندهم كهنة مش عارفة بيتجوزوا ايه وبيعملوا ايه، والستات بيخشوا عريانين الكنيسة وما يخشوش عريانين. هي دي اللي ادت للحادثة دي. الراجل اللي اتقتل وضاع حقه بسبب مشاكل المسيحيين والمسلمين في مصر، ولا دي بحط لكم حاجة عشان تلهيكوا عن المشكلة الأكبر اللي بتحصل حواليكم. ومش عايزة الكنيسة تكون جزء من ده. أنا مش عايزة الكنيسة تكون جزء من ده، وده سبب فيديوهاتي، وده عشان كده أنا بطلع أتكلم. واللي ينتقدني ينتقدني، واللي يتنمر عليا يتنمر عليا، واللي يهاجمني يهاجمني. أنا مش عايزاها تكون جزء من النظام ده. مش عشان خاطر شوية امتيازات نضحي بانتمائنا الوطن الأكبر مصر. مش عشان خاطر طائفتي أضحي بانتمائي الأكبر، الشمسية الأوسع، انتمائي الوطني لمصر. آخر حاجة هنهي بيها الفيديو بتاعي مقولة للأستاذ دكتور علاء الأسواني. أنا بحترمه جدا وبحييه على فيديوهاته وعلى محاولته ورفع الوعي للشعب المصري. وطبعا هو مش قاعد في مصر، لأن أي حد بيفكر أو أي حد بيحاول إن يكون ليه رأي أكيد طبعا مش مرحب بيه في مصر، أو مرحب بيه في السجون والمعتقلات. الديمقراطية الحل. أشوفكم الفيديو الجاي.